شوفوا شلون راح ابو الرانج يضرب السياره توسان. ضربها شفناها. شفتها؟ ضربها وعافى راح. رحنا سجلنا دعوه بمركز العلويه. اخذتوا انتوا رقم السياره؟ ما اخذنا رقم السياره، لزمنا الشخص نفسه. خوش حكي. اخذناه المركز العلويه. زين. قدمنا شكوى. طلبنا عن نجده والنجده خابرت. جت النجده باب المركز، دخلونا للمركز، قدمنا شكوى عليهم. مركز العلويه. مركز العلويه. نعم. بهلتنا اجوا تقريبا اشخاص بسيارات درع. سيارات درع؟ سيارات درع وسهوات سود وبيكامات، يدعي مستشار. نعم. بهلا الحادث كله انا ما موجود، اخويا موجود الاصغر من يمي واخويا المعوق. زين. وعندي وياهم شخص قرايبي. قدموا دعوه على الفاعل. زين. جاي يشتكون. بهلتنا اجوا ذولا الاشخاص اللي يدعون بداخل المركز، تجاوز على اخويا ضربه. لحظه قبل موضوع تجاوز على اخوك وضربه، انت قلت جوي بسيارات درع، ذولا منو؟ يقولون احنا بالمستشاريه. شنو وين؟ شباب الصوت ناس علمني خلي بذاني. بالمستشاريه مال امن الوطن ومستشاريه مكتب رئيس شو اسمه العفو الوزير. مستشاريه الوزير. مستشاري وزير الداخليه؟ مستشار وزير الداخليه وامن الوطني. يعني جوي على شخص مدني، طبوا المركز العلويه بسيارات مدرعه مصفحه وضربوا الشخص وضربوا المشتكي داخل المركز. زين. اجوا اسمح لي، اجوا مسلحين عسكريين لو مدنيين؟ لا مدنيين. سلاحهم موجود برا وسياراتهم كلها بها سلاح ومسدساتهم خليهم صفح وواقفين بالشارع. لابسين تيشرت قمصان سود وضربوا اخوك المعوق بمركز الشرطه؟ داخل مركز الشرطه. قرة عينك يا وطن. مقابيل مسمى رخصتك استاذ، مقابيل الضابط ملازم اول حيدر. حلو. ملازم اول حيدر نقول له قدامك، اقول له اشتكي على هذا الشخص، يقول له لا هذا مسؤول بالدوله ما يصير، عنده ظاهر بالدوله ما يصير نشتكي عليه. اخويا نب عليه، قال لا زين انا اشتكي وانا بداخل المركز وجا ضربني، جاي اشتكي عليهم. زين. حيدر ما قبل يشتكي، قال له انتظر هسه نحل الامور. سلمنا السياره هاي اللي اندعمت. وسوينا تقرير باخويا المعوق، هو عنده بلاتينات 2 برجله. نعم. سوينا تقرير بالمستشفى. بهالأثناء اجى الشخص موجود بالمستشفى، ابو النجده موجود ويانا، قال هم ذول المشتكين، وقف ضد الدوله ضد المركز. زين. ابو المركز شو قال له؟ لا تسويهم طرف اول، سويهم طرف ثاني. يعني مشتكين عليكم. قال له لا تسويهم طرف اول، ذول مشتكين. ابو النجده تلاطش ويا المركز، قال له لا ذول هم المشتكين وجيتهم بالشارع، انا اسلمكم. ابو النجده اجى سلمنا. زين. احنا مشتكين، سوى سلمنا وكمل، خلى الولد يمه، قال بعد روحوا انا باكر راح ادز عليكم، انتم مشتكين على هذا الشخص ولو وياه. السياره مالتنا محجوزه، قلنا له يابا غير تضبط السياره مالته المضروبه. قال انا راح اضبطها. هذا يوم الجمعه الحكي. خوش. ملازم اول حيدر. يوم السبت رحنا له، قال لا باكر راح ارفع اوراقكم للقاضي. زين. ونسوي دعوه. جينا سالنا على الولد، قلنا له الولد المضروب وين ضربنا وينه؟ قال والله طلع الكفاله ورا ساعتين. زين. هي يوم جمعه الساعه 8 الصبح، بالعشره الولد طالع من المركز. شوف سرعه خلال ساعتين. حلو. قلنا له ماكو هيك كفاله، الولد سياره مضروبه. وينها الكفاله؟ وينها كفاله القاضي وينها؟ استاذ قال له السياره مضروبه وعندنا 2 مضروبين، واحد بظهره وواحد برجله. تقارير طبيه من مستشفى شيخ زايد جبنا له احنا وابو النجده. زين. قلنا له شلون يكفله القاضي؟ قال لا مو عندهم واسطه ثقيله بالدوله. حلو. خلال ساعه طلعه. حلو.
حلو. زين هذا منو هو؟ انتوا عرفتوه منو؟ ابن منو؟ ما نعرف ابن منو، الدولة كلها يوم الأحد اسمع الأضرب من يمها. ايه يوم الأحد عميد محمد أبو الاتحادية وملازم أول محمد أبو الاستخبارات أبو الكرادة ساهم بيتنا أكثر من 20 سلفادور. شلون؟ يوم الأحد الأحد بالليل من بدنا نسوي دعوة قال لا باكر بالليل يوم الأحد أو الاثنين الوقت ما اتذكره لو الأحد لو الاثنين ساهموا بيتنا أكثر من 20 سلفادور مع الاستخبارات مع أمن الوطني. تقول دواعش شكو ترسوا المنطقة دخلوا على بيوتنا على الأطفال، صارت أطفال بيهم فزع. عندنا طفل مريض لحد هسه نايم بالمستشفى بسببهم. داهموا البيوت يا شكو قالوا انتم مسلحين عندكم سلاح، طببوا وفتشوا وطلعوا. هاي يمكن يوم الأحد العفو. زين فتشوا قلت له ما عندكم امر تفتيش، انت ليش تطب علينا؟ انت جاي خاص على بيوتنا احنا 3 بيوت بفرع واحد. انتوا شو مسوين يطبون عليكم سلفادورات؟ شو مسوين؟ 20 سلفادور طبت بس بالفرع من عدد مدار المنطقه طوقتها. شنو هاي؟ هذا من احد الالويه قرايبهم. هاي وين انتوا بيا منطقه؟ احنا بالكراده بساحه الواثق. هاي بنص بغداد بالكراده هيج؟ ايه هاي خليني اكمل لك. داهمونا الاستخبارات زين والامن الوطني هو اجوا يعني مدنيين ما اعرف امن وطني غير شو الجهه بس انا اعرف الاستخبارات وياهم. اجا واحد قال احنا استخبارات وياهم الاتحاديه وياهم مثير رائد رتبه رائد شخصيا وياهم واحد مقدم. زين مقدم محمد. ثاني يوم رحنا قدمنا عليهم شكوى وحاولونا على الشؤون. اخذوا الشكوى كل شيء ما سوونا. شو ورا يوم من قدموا الشكوى علينا تعالوا رادوا فلوس من يمنا الجماعه. منو راد من عندكم فلوس؟ لا هنا نوقف وقف وحده هسه هنا وصلنا مفصل مهم. منو راد من عندكم فلوس؟ ايش قالوا؟ بالمركز الضابط اخذ من اخويا فلوس اللي بجيبه كلهن. ايه هاي من دامونا خابرنا الضابط على ثاني يوم الصبح الدعوه. قلنا له يابا سيرنا الدعوه. قال مو هم همين اشتكوا عليكم. قلنا له اوكي هم اشتكوا احنا عندنا واحد مضروب 2 مضروبين، واحد برجله وفي تقرير طبي والثاني مضروب بظهره. قال لا القضيه ما ارفعها انتظروا يوم الثلاثاء. نعم الثلاثاء احنا ما ندري. يوميا خابره يابا سويت انا بيوم المشكله انا كنت ما موجود خارج بغداد. ايه واخوتي اصغر مني. انتظرنا يوميا خابره. قلت لك من داهمونا الاتحاديه اروح للمركز ما يقبل يشكينا الضابط نقول له حول الاوراق للقاضي ما يقبل الضابط ملازم اول حيدر. هاي اكرر مره لا. نعم. ملازم اول حيدر. نعم. يوم الخميس الساعه 10 بالليل اخويا وهذا الولد المضروب وياه قرايبي ايه قاعدين بمطعم اسمه ب 52. ايه مطعم جاي يتعشون ساعه 10. دخلت عليهم دوله ماكو مثلها. دخل ابو الاستخبارات نفسه. نعم. ملازم اول محمد. نعم كمل. دخلوا غير جماعه اعتقلوا. شو مسوين امر قبض علينا احنا 5 اشخاص. انا واخوتي 4 وهذا قرايبي. انتوا شو مسوين؟ اوامر قبض عليكم شو مسوين؟ ما اعرف شنو اللي مسوين. يعني هي اساس المشكله ما يسوى. واحد ضرب سياره وديتوه للمركز اوكي ماشي. خليني اكمل لك استاذ. صدر علينا قال قبض وتحري خلال ثاني يوم مصدر. احنا ما ندري احنا مشتكين بالمناسبه. احنا مشتكين. وعندنا تقرير طبي وعندنا كل شيء. سووا اخذوا واحد من يمه ذبوه بالسجن صار له تقريبا 10 ايام. نعم. هيدا رفقوا وياه مسدس. قالوا هذا المسدس ماله. هو ما شايل سلاح. هم حطوا له اياه؟ ملازم اول محمد جابه هو مو مال المسدس مال غير شخص كان وياه واقف. ذاك يقاوم بجهه. زين اخذ منه المسدس. حسين انتهى الوقت. بالنهايه ايش صار وياكم؟ بكلمتين ايش صار وياكم؟
صار ويانا الولد صار له 10 ايام بالسجن. اها. وعميد نبيل هو